رجال هذاك اللي رفض هالحال لو يخطب هوى قلبه تقدم صوب ابوها وقال تقدم صوب ابوها وقال يا عم جيتك لحد بيتك ليد بنتك انا تقدم على المله بشرع الله ونص الدين باتمم هي مرادي غلط وادي طلبتك قولها لي تم فقير الحال فقير المال غني المبتغى للهم أعف النفس وصلي الخمس وراعي ربي الأعظم ومهما صار مع الأقدار أبرضى بالذي مقسم فكر ثم قال اسمع ترى بنتي لابن الخال ترى بنتي لابن الخال يا عم أرجوك لا ترمي الشوق في عيني وقلبي المغرم بطهر الأرض عرفنا بعض من احنا صغار لو تعلم لا تحرمنا لا تعدمنا وربك ما رضى بالظلم يا عم ناظر ترى الخاطر يبيها من سنين كم يا راعي الخير هوانا طير لا توقف في طريق الحلم وخذ مني وعد اني اخليها في مجرى الدم والصلاة والسلام على محمد وآله سادات أهل الفوز والفلاح. قال الله تعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. حج أبو حيدر ولا يقولون الجماعة وأبو أكرم إخوانه وعمامه وأولاد عمه وذول هاي الوجوه الطيبة المباركة جايينكم يطلبون إيد كريمتكم لابنهم أكرم. نريد نعرف بعد القبول والرضا نعرف الحاضر والغايب حتى على ضوء نقرأ الفاتحة إن شاء الله. ولو دنياي حكايتناي بغنيها بجرح وهم وهذا القلب عمي صعب حلف بعشقها وقسم بقول لك شي مدامي حي اموت وغيرها يحرم بكل الياس بقول للناس حياتي خانها درغم. سمعنا بقصة الرجال هذاك اللي رفض هالحال لو ما يخطب هوى قلبه يقدم صوب ابوها وقال يقدم صوب ابوها وقال جيتك لحد بيتك ليد بنتك انا تقدم على المله بشرع الله ونص الدين باتمم هي مرادي غلط وادي طلبتك قولها لي تم فقير الحال فقير المال غني المبتغى للهم أعف النفس وصلي الخمس وراعي ربي الأعظم ومهما صار مع الأقدار
الذي مقسم